التي لا يتحدث عنها المشاهير والنجوم ولا يسألهم عنها مقدمو البرامج، ولكن بالنسبة للمهووسين بنجم معين يكون العلم بأدق تفاصيل حياته شيئا محببا. تعرف معنا على أغرب الحقائق المثيرة والطريفة الخاصة بحياة نجوم هوليوود. مايكل جوردان لاعب كرة السلة الشهير يحصل على أموال من شركة نايك أكثر مما يحصل عليه جميع العاملين في مصنع نايك بماليزيا مجتمعين. تعاني النجمة نيكول كيدمان من خوف مرضي من الفراشات وتراهم كالثعابين والعقارب. الممثل روان أتكنسون الشهير بمستر بين حاصل على ماجستير في الهندسة الكهربائية. جوني ديب بدأ حياته كمندوب مبيعات ليؤمن قوت يومه. مخرج أول جزء من فيلم تيرميناتور تقاضى دولارا واحدا أجره عن السيناريو. الممثلة تشارلز ثيرون قامت والدتها بقتل والدها أمام عينيها. جاكي شان بدأ حياته بدور كومبارس في أفلام بروسلي، وله مشهد شهير يقوم فيه بروسلي بضربه. وقع الممثل ويل سميث في حب زوجته جيد بينيكت سميث في موقع تصوير أحد مسلسلاته، حيث ذهبت لتحصل على دور حبيبة ويل في المسلسل، ولكنها لم تنجح في الحصول على الدور، وبدلا من ذلك قابلت زوجها المستقبلي وحصلت على دور زوجته الحقيقية. أوبرا وينفري كان اسمها أوربا، وبسبب خطأ إملائي في المشفى الذي ولدت فيه أصبح أوبرا. كان النجم هاريسون فورد يكسب قوت يومه من عمله كنجار، وعندما كان يعمل على إصلاح باب أحد الاستوديوهات طلب منه جورج لوكاس قراءة جزء من دور كان سيمثله هان سولو في فيلم حرب النجوم، وعندما تأثر بأدائه أوكل له الدور، ثم انطلق بعدها فورد إلى القمة. براد بيت ممنوع من دخول الصين بسبب دوره في فيلم 7 سنوات في التبت المثير للجدل والمنتقد للنظام الصيني الحاكم. تحب أنجلينا جولي تناول الحشرات، وتقول أنها مغذية وتماثل البروتينات الموجودة في اللحوم البيضاء والحمراء. سنو وايت والأقزام السبعة كان أحد الأفلام المفضلة لهتلر. حصل تشارلي شابلن على المركز الثالث في مسابقة تقليد تشارلي شابلن. جاك نيلسون أخته نفسها والدته، والحكاية تعود إلى أن جدته أخبرته وقتها أن والدته قد توفيت في سن صغيرة وأنها أخذت على عاتقها تربيته، في حين أن أخته الكبرى التي اعتقد لسنوات أنها أخته هي في الحقيقة أمه بالفعل، ولم يكتشف الحقيقة إلا في عام 1974 عندما قام صحفي بمجلة التايم باكتشاف الحقيقة. روبرت باترسون كان يفضل ارتداء ملابس الفتيات في طفولته. وودي هاريون تم القبض عليه مرتين وكاد أن يحاكم بتهمة القتل، وذلك بسبب التشابه الكبير بينه وبين قاتل مأجور. رغم أن ألفيس بريسلي كان نجم الروك أند رول الأول، إلا أن مدرسه في الصف الثامن أخبره أنه لا يجيد الغناء وعليه أن ينسى هذه الفكرة. عمل النجم براد بيت في عدد من الوظائف قبل شهرته، منها ارتداؤه لبدلة طريفة على هيئة دجاجة كجزء من حملة دعائية لأحد مطاعم الوجبات السريعة، وكان هذا بمثابة أول دور تمثيلي له. بالرغم من أن أشلي جرين تبدو بريئة ولطيفة، إلا أنها في الحقيقة مقاتلة شرسة، حيث كانت تتمرن على فنون القتال منذ نعومة أظفارها. كان النجم ألفيس بريسلي منذ طفولته أشقر الشعر، وبدأ بصبغ شعره بالأسود والبني منذ أن كان في المدرسة الثانوية. سجن النجم مارك ويلبرغ لمدة 46 يوما بعد اتهامه بالعنصرية إثر ضربه لشخصين، مما تسبب في إصابتهما بالعمى. من المثير للدهشة أن النجم مات ديمون قد قام برفض العديد من الأدوار المميزة في أفلام شهيرة حققت لأصحابها شهرة عالمية، منها ستار تريك، أفاتار، ذا دارك نايت. الممثل الاسكتلندي الوسيم جيرارد باتلر لم يكن يرغب أن يصبح ممثلا، بل كان يريد أن يصبح محامي. والت ديزني مؤلف شخصية الفأر الأكثر شهرة في العالم ميكي ماوس
كان يخاف من الفئران رغم أنه لم يكن يعاني من مشكلة مع الكلاب الكبيرة أو غيرها من الحيوانات. مغني الراب الشهير 50 سنت أصيب عام 2000 ب9 طلقات نارية لكنه نجا منها. شارك جيمس دوهان نجم فيلم ستار تريك بالقتال في الحرب العالمية الثانية وقتل جنديين ألمانيين، كما تعرض أيضا لإطلاق النار 6 مرات. بيريس بروسنان الشهير ببطولته لفيلم جيمس بوند يبدو دائما وكأنه على وشك القيام بخدعة ما، والغريب أنه يستطيع أن يفعل ذلك فعلا، فقبل أن يشق طريقه إلى هوليوود تعلم بيرس أن يخرج النيران من فمه، حيث كان يعمل في السيرك لعدة سنوات، وبالتالي فهو يستطيع فعليا أن يخلب أنظار المشاهدين بحيله البارعة. تم القبض على الممثل بيل موراي عام 1970 بتهمة محاولة تهريب مخدر الماريجوانا. الممثل روبرت باتيسون ليس مفتول العضلات وليس لديه عضلات بطن سداسية كما يظن البعض، والحقيقة أن العضلات السداسية التي ظهر بها في فيلم نيو مون كانت بفضل المجهود الرائع لفريق من خبراء التجميل. اكتشفت ساندرا بولوك أنها تعاني من حساسية تجاه الأحصنة عندما كانت تصور فيلم 2 بجوار البحر في عام 1996 والذي قامت فيه بدور فتاة تحب الجياد. عندما كان نيكولاس كيج يؤدي دوره في فيلم بيردي عام 1984 خلع 2 من أسنانه أثناء أدائه للدور، وهو ما جعل ذلك الجزء من الفيلم مقنعا للغاية. تسببت جاذبية سوزان سارندون في حرمانها من تحقيق رغبتها في لعب دور أدريانا بالبوا في فيلم روكي أمام النجم سيلفستر ستالون، حيث رأى المخرج أنها أكثر جاذبية مما ينبغي وأوكلوا الدور لممثلة أخرى. قبل انضمامه لهوليوود كان الممثل ستيف بوسكيمي يعمل بفريق إنقاذ نيويورك كرجل مطافئ، وبعد هجمات 11 من سبتمبر على برجي التجارة العالميين نزل إلى ساحة الحدث وساعد في إخلاء وإنقاذ العديد من الأشخاص. بالرغم من أن شايلين وودلي تبدو في كامل لياقتها فإنها تعاني من انحراف بالعمود الفقري تم اكتشافه وهي في سن 15 عام، وقد حاولت أن تتعايش مع الحالة ثم ساهم استخدامها لجهاز التقويم في تصحيح وضع عمودها الفقري. أصيب الممثل أورلاندو بلوم إثر سقوطه من الطابق الثالث عام 1998 مما أصابه بكسور جعلته يصاب بالشلل الذي لازمه لعدة أيام. بدأ شون كونري يفقد شعره وهو في سن 21 عاما، وكان يرتدي الباروكة أثناء أدائه لدوره في فيلم جيمس بوند. الممثل الاسكتلندي جيرارد باتلر بطل فيلم 300 كاد أن يلقى حتفه غرقا أثناء تصوير فيلم Chasing Mavericks، حيث سحبته الأمواج تحت الماء وتم إنقاذه. كان النجم الشهير ماثيو ماكونهي ممنوعا من مشاهدة التلفزيون في طفولته خلال النهار، حتى أنه لم يكن قد شاهد سوى فيلمين فقط عند بلوغه 18 من عمره. كان والد بوب مارلي من العرق الأبيض، فيما كانت والدته من أصول أفريقية. النجمة إيميلي بلينت كانت تعاني من التأتأة حتى بدأت التمثيل، وعن ذلك تقول: كنت أحاول إخراج الكلمات بصعوبة وكنت أذهب لأخصائي تخاطب، ولكن ذلك لم يفلح حتى اقترحت مدرستي أن أمثل دورا في مسرحية مدرسية بلهجة أخرى غير لهجتي، ووقتها شعرت أنني أعبر عن شخص آخر، وكان إحساس رائع، وتوقفت التأتأة عندما كنت على المسرح.